النهاردة هنتكلم عن سلوك المرأة الواعية إزاي تتكلمي وتظهري من غير ما تخسري قيمتك. خليني أكون صريحة معاكي كده، في بنات أول لما بتحب تتحول من نسخة واثقة من نفسها لبنت تانية، بمعنى إيه؟ لبنت بتشرح نفسها، تستنى رد، وبتخاف تخسر. وده في الحقيقة مش حب، ده استعجال. واحد، الكلام الزيادة في الحب ده بيقلل القيمة. مثال: أكتر غلطة إحنا بنقع فيها وإن إحنا بنحكي وإحنا لسه ما اتطلبناش، يعني لسه ما اتطلبش مننا اللي إحنا نحكي كل ده. مثال: لسه مثلًا تاني مكالمة، تالت مكالمة، وأنتِ بقى قاعدة بتحكي اتوجعتِ إزاي، اتخلّى عنِّك قبل كده، الشخص اللي قبل كده إزاي اتخلّى عنِّك، أو بتتكلمي عن إنِّك نِفْسِك في علاقة مستقرة. أنتِ كده مش بتقرّبيه، أنتِ كده بتقدّمي نَفْسِك أو بتحرقي نَفْسِك بدري أوي. 2، الانبهار بيبان حتى من السكوت. مش لازم تقولي إنِّك معجبة، خلّي تصرفاتِك هي اللي بتقول. مثلًا تستني رَدُّه، تغيّري رأيِك علشان يعجبه، توافقي على حاجات أنتِ أصلًا مش مرتاحة ليها. ده كُلّه بيبقى ده أول تنازل بيكسر صورتِك قدّامه. 3، ردودِك العاطفية لازم يا بنات تكون محسوبة. مش كل سؤال رومانسي بيترد عليه من القلب. مثال: هو مثلًا جه يسألِك حاسة إيه ناحيتي، بدل ما تقولي بقى أنا باحبك وكذا وكذا وتتدلقي، لأ، تقولي حاسة إنك مختلف ومريحني، أو تقولي مثلًا بهدوء كده لسه بنتعرف. الجملة دي بتحفظِك، يعني بتحفظِك وبتخلّي كده ليكِ هالة كده، مش بتبعده عنِك ولا أي حاجة. الحضور الزيادة بيفقد الشغف. الراجل ما يشتاقش للحاجة اللي موجودة دايمًا قدّامه. مثال: تبقي أنتِ بايتة كده جوّه الشات، رَد فوري، مكالمات طويلة، تواجد دائم طول الوقت أنتِ موجودة. ده على فكرة مش اهتمام، ده كشف كامل كده بدري، بدري، يعني زي ما بيقول كده إيه، بتسلّمي نَفْسِك تسليم أهالي كده، بتدّي كشف كامل عنِّك بدري، وده غلط جدًا. خامس حاجة، الجرأة الحقيقية إنِّك ما تطلبيش. أكتر بنت قوية هي اللي مش بتسأل أسئلة مثلًا زي نوعية إيه، هو أنا عاجباك، طب إحنا إيه في حياة بعض، طب أنت ناوي على إيه، طب هتكمّل والّا لأ. هي بتراقب وبتسيب الأفعال هي اللي تجاوب. وفي النهاية أحب أقول لِك إن المرأة أو البنت الواعية ما بتمسكش في حد، هي بتسيب المساحة للكل، واللي جد هو بس اللي هيقرّب لوحده، اللي يستهلك مش هيحتاج منِّك اندفاع. قولي لي بصراحة، إيه أكتر حاجة عملتيها غلط، أو إيه أكتر مرّة اندفعتِ في الحب كانت إمتى، وكانت إزاي؟ دي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.